هلو، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هكلمكم على تجربتي مع الحواجب و كنت بستخدم ايه وما بقيتش استخدم ايه. ان شاء الله الفيديو ده هيعجبكم. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم فيديوهاتي اول باول. ويلا بينا. انا مبدئيا حواجبي بقالي فتره كبيره، يعني مش باجي جنبها خالص، سايباها كده. كنت الاول يعني ممكن مثلا اسويها، ومثلا اشيل بسويها بالشفره، وممكن اشيل الزياده بالملقاط. بس حاليا سايباها ومش بعمل فيها اي حاجة. سايباها كده، وبصراحة شكلها يعني عاجبني كده احلى. شايفة ان شكلها احلى بكتير لما سبتها، وان انا ان شاء الله ملعبش فيها تاني واسيبها زي ما هي كده. ان اصلا الحواجب لو انت قعدتي فترة كبيرة، مثلا لو انت عندك 20 سنة ومثلا بتشيلي حواجبك على طول، فهتيجي مثلا على سن ال30 هتلاقي الشعرة ابتدت تطلع خفيف قوي، ويعني ما فضلش كده خالص. فنصيحتي لكل بنت ان سيبي حواجبك كده احلى بكتير، وهتتقل وشكلها هيبقى احلى بكتير. ده عن تجربة شخصية يعني. انا بقى كنت بستخدم ايه وحاليا بعمل ايه؟ هقول لكم دلوقتي. الاول كنت بستخدم لحواجبي الباودر ده. هوريكم كل حاجة برضو كنت بستخدمه ازاي وكده. الباودر ده انا مثلا بحط، الاول كنت بثبته بالفازلين، ممكن بايدي ممكن بالفرشة، بس انا بعمل بايدي عادي. تمام، هعمل بايدي عادي. ف الاول بحط الفازلين، وبعدين ببتدي ان انا اعمل الحاجب بالشكل ده. الاول كده من اخر الحاجب كده بالشكل ده، وبعدين على اول الحاجب بسيط قوي. تمام، لو زي ما انتم شايفين كده اهو. ده الباودر. تمام، ده اول حاجه استخدمتها خالص وهو الباودر. فما بقيتش استخدمه، وبعدين استخدمت ايه؟ همسح لكم بس ده همسح لكم الباودر علشان اوريكم يعني بدل مزيل الميك اب ممكن تستخدمي ميه ورد عادي، فانا بستخدم ميه الورد. بعد كده استخدمت القلم ده، موجود في اماكن كتير ورخيص جدا على فكرة. آه، هو بصوا عبارة عن سن كده زي ما انتم شايفين اهو، والناحية التانية بصوا مشرشر كده شوية. تمام، فكنت بستخدمه ازاي؟ هوريكم. بصوا على اخر الحاجب برضو ببتدي مثلا ان انا املى الفراغات بالشكل ده. تمام، والناحية التانية انا بملى الفراغات بده. الناحية التانية بعمل بيها كده اول الحاجب بالراحة خالص على اول الحاجب، وعلى اخر الحاجب كده بالشكل ده. تمام، ده بالنسبة للقلم ده زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هنمسح بمية الورد.
ان الحاجات دي يعني كانت عطياني لون بني كده لحواجبي، وانا بصراحه ما كنتش حابه الشكل ده. كنت حاساه مش يعني مش طبيعي قوي، اللوك مش طبيعي، كنت عايزه حاجه طبيعيه ما تبانش ان انا يعني احط حاجه اصلا على حواجبي. استخدمت بعد كده الماسكارا دي. بصوا هي فيها فرشه كده، ببتدي اسرح الاول الحاجب بالفرشه بالشكل ده. تمام اهو، هي الفرشه كده من ناحيتين، ببتدي اسرح الحاجب كده بالشكل ده، وبعد كده بحط الماسكارا بالشكل ده برضو من اخر الحاجب. دايما يعني ما تقليش قوي على اول الحاجب، خلاص بالشكل ده. فبرضو ما كانتش عجباني قوي برضو، يعني برضو عاطيني اللون، وحاسه يعني برضو ما عجبنيش قوي. قعدت فتره برضو استخدم الماسكارا دي، ما عجبتنيش. اخر حاجه بقى استخدمت ايه، وهي اللي حاليا انا ثابته عليها. الجل ده في الصيدليه، موجود في اي صيدليه. تمام، جل الحواجب. بصراحه اكتر حاجه عجبتني وحسيت انه يعني عاصيني كده لوك طبيعي، وان انا كاني فعلا انا مش حاطه حاجه، يعني مش حاطه حاجه على حواجبي وطبيعي قوي. فصراحه اكتر حاجه عجبتني وحاليا ثابته عليها، ويا رب بس اثبت عليها وما اغيرش بعد كده. بس ده اللي حاليا انا بستخدمه. مش بحط اي حاجه على حواجبي، انا زي ما قلت لكم انا اصلا حواجبي سايباها كده زي ما هي، ومش بحط اي حاجه، بس بحط الجل ده. بصراحه عجبني قوي. بصوا هعمله لكم هنا وهنا. بصوا برضو باخد برضو من، او ممكن لو انت مثلا هتاخدي من اول الحاجب الاول اهو. بصوا لو اخدتي من اول الحاجب كده، بصوا بلاش ان ايه، ان انت يعني توقفي الحاجب كده قوي. بصوا بالشكل ده، لا بلاش كده، عشان بشوف الشكل ده بحسه يعني مستفز بصراحة قوي. لا بلاش تعملي كده. بصوا هوريكم هعمل لكم الناحية التانية وهوريكم الفرق. بصوا الشكل، لا بلاش كده قوي. بصوا بقى بستخدمها ازاي، الطريقة الصح ان انا بعمل كده. بصوا بمشي مع اهو، مع اتجاه الحاجب. بصوا كده مش بوقف كده الحاجب، لا انا بمشي مع اتجاه الحاجب اهو بالشكل ده. بصوا كده اهو مع اتجاه الحاجب كده اهو بالشكل ده. بصوا شايفين الفرق؟ بس هو ده بصراحة اللي هو جل تثبيت الحواجب. بس كده، يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم ان شاء الله فيديوهاتي اول باول. باي باي.